السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. انا ساره وهذه القناه ديالي. بزاف ديال الناس في انستغرام كيسولوني ساره كيفاش درتي تعلمتي اللغه التركيه غير في الدار وكتعلمي دابا اللغه الايطاليه غير في الدار. انا وعدتكم وقلت لكم بانني غادي ندير لكم فيديو فيه اهم الاسرار اللي يخليوك تعلم اللغه في الدار. ما نقولكش في 5 ايام، لان اللغه التركيه باش نتعلمها خدت مني اكثر من عام، ولكن كنتعلمها وانا بكل استمتاع، فما كنحسش بالملل. انا ما دايرهش فيديو ديال كيف تتعلم اللغه في 3 ايام، وانما كيف تتعلم اللغه في المنزل باستمتاع. وصا ديبون انت وكيفاش، واش عقلك خفيف ولا لا، صا ديبون الوقت اللي غتعلم فيه هاد اللغه. فما نضيعوش الوقت اكثر. الا كنتو ريدي ليتس جو. قولوا لي ديال من هادي واحد اليوتيوبر ما يمكنش ما تعرفوهاش. غنبداو. قبل ما نبدا حتى شي خطوه في انني نتعلم واحد اللغه جديده، اول حاجه خاصني نديرها هي نشد يوتيوب ونمشي للقنوات ديال تعليم الاطفال الصغار. اي بلا ما تعجبوا بلا ما تستغربوا، افضل القنوات كيعلموك الاساسيات والطريقه ديال نطق الحروف، ويعلموك كيفاش تربط الحروف، مثلا ام مع ا كتقرا ما. كيعلموك الارقام، كيعلموك الحروف، كيعلموك كيفاش تجمع الكلمات، كيعلموك الايام، كيعلموك الالوان. هادو الاساسيات اللي خاصك تبدا بهم تعلمهم من القنوات ديال الاطفال. تاني حاجه اللي كنديرها بزاف واللي اهم وحده ليها الفضل الكبير في ان الاكسنت ديالي في التركيه صحيحه 100%. كنتفرج في المسلسلات المترجمه وماشي المدبلجه. كنتفرج في مسلسلات تركيه اللي تكون مترجمه بالعربيه، ولكن انا كنسمع او ميم طون اللغه ديالهم. من بعد واحد 5 ولا 6 ديال المسلسلات اللي تفرجت لهم من الاول حتى الاخر، واللي صافي قادره انني نتفرج في مسلسل بدون ترجمه، وتحديت راسي وتفرجت في مسلسل كامل بدون ترجمه، ونقدر نقول لكم بانني فهمت 80% من الحوار اللي كان كيدور. غيقول لي مسلسلات كتشجعي على حاجه خايبه، مسلسلات كنتفرجوا لهم وكاينين مسلسلات هادفين وزوينين اللي نقدر نعطيكم دابا بعض السميات منهم اللي هما تستافدوا منهم اللغه في نفس الوقت تستمتعوا بهم، تاخذوا منهم واحد العبره ولا واحد الدرس زوين. نبضات قلب اللي كتهضر على كيفاش خصك تكون مثابر وتحقق الاحلام ديالك. الناس اللي عندهم الرغبه باش يكونوا كيقراو الطب، مزيان انهم يتفرجوا فيه، غيزيد يحفزكم اكثر. العهد كيعلمك حب الوطن، كيعلمك الصداقه شنو كتعني، وزوين بزاف بزاف. ما حتى الدراري يقدروا يتفرجوا فيهم ويعجبهم. كاين الطفل اللي كيهضر على الامومه، كيهضر على الطفوله كيفاش كتاثر على الشخص فاش كيكبر. اللهيب اللي كيهضر على المراه وكيفاش خاصها، كيفاش هي مضطهده في المجتمع، شنو هما كاع انواع المشاكل اللي تقدر تعاني منهم المراه وكيفاش تقدر تخطاهم وتدوز منهم. طبيب المعجزه اللي كيهضر على ان الاعاقه هي اعاقه في العقل، وما كاين حتى شي واحد اللي ما يقدرش يحقق الحلم ديالو. والكثير من المسلسلات الهادفه. ما كنهضرش على سامحيني ولا حب اعمى ولا دوك المسلسلات التافهه، لا كنهضر على مسلسل اللي يكون فعلا عنده واحد القيمه تقدر تخرج بها في الاخير. ثالث حاجه مهمه بزاف، وما نقول لكم شحال كتعاون سماع الاغاني. كتسمع اغنيه دونك انت مستمتع وفي نفس الوقت انت كتعلم. ولكن ماشي غندير اغنيه في ودني ونبقى نقول وقيله كيقولوا هذه الكلمه، لا يمكن كيقول هادي، لا يمكن كيقول هادي. غنشوف الاغنيه اللي عجباتني، غندخل غنكتب الكلمات ديالها في دفتر، وغادي نمشي للديكسيونير ولا لجوجل تراديكسيون ونترجم كل كلمه ما فهمتهاش، من نفهم مزيان الكلمات ديال الاغنيه شنو تيعنيو ونحس بها زوينه وعجباتني. ديك الساعه غنبقى نتصنت ليها واحد 2 ولا 3 د المرات مع الورقه اللي في يدي. من بعد غادي نلقى راسي حفظتها وبديت كنستمتع. وما يمكنش تحفظ شي اغنيه وما تستافدش منها ولو 3 ولا 4 الجمل اللي غيعاونوك انك تستخدمهم مستقبلا. انستغرام ولا تيك توك اللي كنضيعوا فيه حنا الوقت تابعين غير هذه الزوجات، هذه طلقات، هذه دارت، هذه فعلت، هذه تركت. تبعوا الناس اللي عندهم كونتوني زوين كيهضر على تعلم اللغات بطرق ممتعه وبسيطه. فيديو اللي يكون فيه 20 ثانيه ولا 30 ثانيه وتستفد منه واحد القيمه مضافه في اللغه ديالك بطريقه ممتعه وبطريقه زوينه، اهم بزاف من فيديو فيه دقيقه و2 دقائق وانت تابع الاخبار ديال الناس. تيك توك وانستغرام احسن البلايص اللي تقدر تتعلم فيهم اللغه، وهما اللي تعلمت فيهم النطق بزاف د الكلمات في الايطاليه دابا، ومتبعه بنات ودراري اللي كيعلموا اللغه الايطاليه ولو فيديو فيه 10 ديال الثواني نتعلم منه 2 كلمات. والناس اللي متابعيني في انستغرام كل يومين 3 ايام كنحط لهم دي فيديو زوينين ودي كونت زوينين اللي يقدروا يتبعوهم كيديروا تعلم اللغه بطرق بسيطه. حاجه اخرى هي المتابعه ديال صناع المحتوى. انا مثلا كيعجبوني نتفرج في لي فلوغ، مزيان انني نختار شي فلوغوز
انجليزيه ولا امريكيه، ونبقى نتبع لي فلوغ ديالها ونسمع في نفس الوقت الكلمات ونستفد منهم. بغيت نتعلم مهاره ديال الرسم، مزيان انني نتبع شي رسام اللي كيشرح طريقه الرسم وكيشرح بالفرنسي. الا انا باغي نتعلم الفرنسي انا نتبعو، انا في نفس الوقت كنتعلم الرسم وفي نفس الوقت راه كنتصنت وكنكتسب كلمه، وما يمكنش يدوز الفيديو بلا ما نستفد منه. صناع المحتوى في انستغرام كذلك انا متابعه، كنت متابعه شحال من بنت تركيه كيعجبني ستيل فيستيمونتير ديالها ومتابعاها وكنتفرج في ستورياتها وفي فيديوهاتها وكنستافد منها بزاف ديال الكلمات. كتفرج في لي فلوغ في السفر، شنو تيعجبك تبع داك الشخص باللغه اللي باغي تعلمها، باش في نفس الوقت انت كتستمتع في نفس الوقت كتعلم. حاجه اللي غتجيكم غريبه بزاف هي انك تعود انك تفكر باللغه اللي باغي تعلم لها. انت جالس كتهضر غير مع راسك كتفكر، تعلم انك تفكر بديك اللغه، غير جربها ورد عليا الخبر. كتعاونك بزاف انك تحاول تركب جمل في مخك، انك تحاول تعلم اكثر واكثر، وكتفيد بزاف. حاول انك تكتب هذيك اللغه، واخا تدخل تكتب غير كومونتير لدوك الناس اللي كتبعهم، واخا تكتب اي حاجه، غير مثلا باغي تكتب تو دو ليست مهام ديالك في اليوم كتبهم بهذيك اللغه. باغي كتكتب افكار او كتكتب امتنانات ديالك ديال الصباح ولا شي حاجه، كتب بهذيك اللغه وتعلموا انكم تواصلوا بها. سورتو الا كنتو مثلا نتوما 3 ولا 4 ديال البنات بيناتكم او 4 ديال الدراري اللي باغيين تعلموا اللونجلي، ديروا جروب، نتوما راكم صحاب ولكن ديروا فيه الشرط انكم ما تهضروا فيه حتى شي لغه غير باللونجلي. بقاو ترونوا على بعضياتكم تما، اليوم تخطئوا غدا تخطئوا بعدو تخطئوا، واحد النهار غتبقاو تكتبوا وتواصلوا بشكل صحيح. هذه كنا دايرينها انا والبنات ملي كنا في لافاك، دايرين جروب اللي كنهضروا فيه غير بالفرنسي وكانت فادتنا بزاف. يعني ولينا في الاخر انا في الشومبر كنحاولوا اننا نهضروا مع بعضياتنا غير بالفرنسي، مره نضحكوا على بعضياتنا، مره ما نعرفوش، مره نعرفوا، حتى في الاخر ولينا احسن في النيفو ديال الكومونيكاسيون من قبل. وهذا ما كان، راني عطيتكم كل ما في جعبتي من اسرار باش تعلموا اللغه في الدار، غير اللي ما بغاش. وما عمرك ما تقلب على طريقه باش تعلم اللغه في 3 او في 5 ايام، حيت راك ما غاديش تلقاها، غير كتضيع وقتك وراه غير كيبيعوا لك الاوهام ملي كيحطوا لك دوك العناوين. فتعلم اللغه في الدار بطريقه ممتعه وبطريقه زوينه. الا كنتي كيجيك الملل بانك تمشي سونتر وتبقى تقرا الدروس في الدفتر. هذا ما كان، كنتمنى ان لا فيديو تكون فاتكم. ما نكرهش انكم تخليوا لي دي كومونتير زوينين، خليوا لي شكون هو السر اللي ما كنتوش عارفينه، وشكون هي الحاجه اللي موالفين كديروها واستفدتوا منها. وإلا عندكم شي طرق جديده ديال تعلم اللغه في المنزل خليوها لنا في لي كومونتير في اطار اننا نفيدوا ونستفدوا. وخليت لكم راحه، باي باي. ما تنساوش تخليوا لي لايك وكومونتير. سلام.